ما زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع يا وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا إريتريا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. عشنا في الخمس أيام السابقة حدث عظيم زلزل العالم الإسلامي وغير الإسلامي، فيما حصل في دولة تركيا العزيزة وسوريا الطيبة المنكوبة، زلزال ضرب هذين البلدين فأدى إلى قتل أكثر من 20 نفسا وتدمير الآلاف من المنازل وجرح قاربوا 100,000 نفس. هذا الحدث العظيم الذي تحدث عنه وكلاء الأنباء العالمية والخاصة والعامة، ونحن كمعشر أيضا إريتريين وكوننا جزء من هذا الحدث الذي لا يتجزأ، نود أن ندلي بدلونا ونقدم التعازي والمواساة للشعبين العظيمين، الشعب التركي والشعب السوري، ونقول لهم أحسن الله عزاءكم وغفر لأمواتكم وتقبلهم شهداء عنده ورفع درجاتكم بهذه المصيبة وعوضكم خيرا. وبما أن هذا الزلزال يعتبر آية من آيات الله عز وجل، يخوف الله سبحانه وتعالى به عباده، كان لا بد لنا أن نذكر أنفسنا خاصة ونذكر المسلمين من إخوان الإريتريين عامة وغير الإريتريين أيضا. باسمكم جميعا مشاهدي الأكارم، أستضيف في هذه الحلقة فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله وعبد الهادي الداعية المعروف، وأيضا أرحب بكم مشاهدي الأكارم أن تبقوا معنا إلى نهاية هذه الحلقة، فلن نأتي بشيء جديد ولكن هي ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. أهلا وسهلا بالشيخ شيخ محمد عبد الله. حياكم الله، أهلا بكم وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. عشنا سويا هذه الأحداث المؤلمة، ولا يزال الناس يعملون في رفع الأنقاض. بداية شيخ محمد، أريد أن تذكرنا ب يعني ما يتعلق بالزلازل والبراكين والكسوف والخسوف والعواصف والفيضانات والسحاب والرياح والليل والنهار والشمس والقمر والحر والبرد والنجوم والأفلاك، كلها من آيات الله تعالى. هذه الآيات خرجت اليوم في مثل هذه الأوقات التي غالب ما يتحدث عنها الناس اليوم،
بما يتعلق يعني لا إله والحياة مادة، بمعنى الإلحاد. كثير من الناس اليوم يتحدثون عن الإلحاد، فخرجت لنا هذه الآيات على ماذا تدل وعلى ماذا تشير. لو نذكر أنفسنا وتذكرنا جزاك الله خير، وذكر المشاهدين بما يعني ترمي إليه هذه الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات في كل أنحاء العالم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. قبل أن ندخل في المحور الأول من لقائنا اليوم، أحب أولا أن أعزي إخواننا في جنوب تركيا ممثلة في الحكومة التركية، وأيضا إخوتنا في الشمال السوري. نسأل الله عز وجل أن يتقبل موتاهم شهداء، وأن يشفي جرحاهم، وأن ينزل عليهم الصبر والسلوان، وأن يثبتهم على الحق والهدى. لا شك ولا ريب، لا بد أن نتذكر أولا أن الله جل وعلا لما خلق هذه الأرض وخلق السماوات، الله جل وعلا لما أراد أن يعيش الناس في هذه الدنيا أرادهم أن يعيشوا لأجل الاختبار والابتلاء. الله جل وعلا ما جعلنا في الأرض هنا حتى نكون في قرار واستقرار وراحة. نحن عابرو سبيل، كلنا نعبر في هذه الدنيا ثم سنعود إلى الآخرة. يفترض أن الإنسان منزله الأساس هو الجنة، ونحن في هذه الدنيا نحن في دار ابتلاء واختبار. والأدوات التي جعلها الله جل وعلا للابتلاء والاختبار أدوات كثيرة جدا، سواء عرفناها أو لم نعرفها. ومن ضمن هذه الأدوات الأشياء الكونية التي نراها، هذه الزلازل، وهذه البراكين، وهذه الفيضانات، وهذه الأعاصير، وهذا الكسوف وهذا الخسوف، كلها من الآيات الكونية التي جعلها الله سبحانه وتعالى لأجل أن يبتلي عباده، ومن زاوية أخرى لأجل أن يذكرهم بمصيرهم الذي سيصيرون إليه. لأن الإنسان من طبيعته أنه يغفل وينسى ويسهو، فالله جل وعلا بين الفترة والأخرى يذكرنا بآية من آياته حتى نكون على استعداد تام للقائه سبحانه وتعالى، حتى لا نأتي أمام الله جل وعلا ونحن في غفلة من أمرنا، ثم نجد أنفسنا أمام الأمر الواقع، أمام أمر مفجع. فلذلك ربنا تبارك وتعالى جعل لنا هذه الآيات وهذه الأمور حتى نكون على استعداد تام. ولذلك الله جل وعلا يقول: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. هذا هدف من الأهداف التي أراد الله جل وعلا من خلالها هذا الأمر. فهذه الزلازل التي وقعت إنما جعلها الله جل وعلا لتخويف عباده. هناك أناس هو بالنسبة لهم عقاب، وهناك أناس بالنسبة لهم هو يعني يكون رفعة وابتلاء لأجل الرفعة ولأجل رفع الدرجات، وهناك أناس للعظة والعبرة ولأجل أن يخافوا الله جل وعلا، ولأجل أن يخافوا المصير الذي لا يسر الإنسان أن يجده أمام الله جل وعلا. فبالتالي لا بد أن نفقه أن هذه الزلازل ليست مجرد حدث كوني فقط، إنما جعل الله جل وعلا هذا الحدث الكوني لأجل التذكرة ولأجل العظة ولأجل العقاب ولأجل التخويف. إذا فقهنا هذا ينبغي أن تتحرك القلوب. حينما تحركت الأرض يا شيخ برهان، أراد الله جل وعلا في تحريك الأرض أن تتحرك القلوب الجامدة، فإذا أحدث فينا هذا الأمر فنحن الآن على مراد الله جل وعلا الذي أراد منه أن نكون على وجل وعلى خوف وعلى تذكرة حتى نغير من أمور أنفسنا أمام الله جل جميل. وعلا. يعني هذه الآيات، هذه هي آيات تدل على وجود الله سبحانه وتعالى، لا شك.
وعلى وحدانيته وربوبيته وأنه هو القائم في هذا الكون. نحن كنا نريد أن نرسل الرسالة الأولى أن هذه الآيات يتحكم فيها الله سبحانه وتعالى، هو الذي يدبرها كما يشاء. نعم. طيب مشاهدينا الكرام، هناك تقرير نريد أن نشاهده ثم نعود في الحوار مع فضيلة الشيخ محمد عبده. كانت ليلة عادية تمضي نحو نهاياتها إيذانا ببزوغ فجر جديد، إلا أن أقدار الله كانت تخبئ شيئا آخر. زلزال مدمر بلغت شدته 7 درجات وأكثر من مقياس ريختر عند 4:04 فجر الاثنين، عبر الحدود التركية إلى الأراضي السورية، فضاقت الأرض بما رحبت على أهل الجنوب التركي مع الشمال السوري، حيث قضى في هذه الكارثة أكثر من 16,000 تحت الأنقاض، بالإضافة إلى 66,000 جريح حتى كتابة هذا التقرير، مع أضرار لا تعد ولا تحصى في الأبنية والمنازل امتدت من تركيا وسوريا مرورا بالأردن والعراق وفلسطين حتى مصر. فتناسى الجميع كل مشاكلهم الخاصة، ونحت الدول صراعاتها جانبا حتى يمدوا يد العون ويقدموا كل أشكال الدعم والمساعدة للمنكوبين، سواء كانت شعبية أو رسمية، ليخففوا عليهم هذا المصاب الجلل. وحين تحركت الدول والحكومات من باب الإنسانية، كان لزاما على الشعوب والدول الإسلامية التحرك بوتيرة أسرع وبمبادرات أعمق، ففي الابتلاءات المسلمون إخوة. الله المستعان. كل ما رأينا هذه يعني الأحداث تتألم قلوبنا. طيب فضيلة الشيخ محمد، فهمنا من الرسالة الأولى أنها فعلا تدل على وحدانية الله تبارك وتعالى. بعض العلماء يقول أن هذه الزلازل تذكرنا بنعمة كبيرة، وهي نعمة ثبات الأرض. لو تذكرنا بهذه النعمة. طبعا مما لا شك فيه أن الله جل وعلا هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، هو المثبت لها، هو الذي جعل الأرض قرارا، هو الذي جعل لها جبالا تثبتها. والله جل وعلا بيده كل شيء، فبإمكانه أن يحرك هذا الثابت وبإمكانه أن يثبته سبحانه وتعالى. فلا شك أن من أعظم النعم التي ينعم بها الإنسان في هذا الكون أنه يسير على أرض بثبات دون أن تتحرك عليه، ودون أن تدمره، ودون أن تكون سببا في تنغيص عيشته. فالله جل وعلا أقر لنا الأرض، فقرار الأرض يجعلنا نتحرك بارتياح ودون خوف ودون وجل. الآن هذا الأمر الذي حدث يذكر بهذه النعمة تذكيرا بليغا، لأنه حينما تحركت لثواني أحدثت هذا الحدث المجلجل، فما بالك لو كانت تتحرك دائما، سيكون الوضع مفجع ولن يتحمل الإنسان. ولكن الله جل وعلا بقوته سبحانه الذي خلق السماوات والأرض ثبت الأرض لنا وجعلها قرارا حتى يسير فيها الإنسان بدون مشقة وبدون عنت. فهذا الذي حدث الآن لا شك ولا ريب أنه يذكر بهذه النعمة العظيمة التي امتن بها على عباده. وأيضا يذكرنا بأنه لا أحد يملك قرار الأرض إلا الله سبحانه وتعالى. تعجز الدول بقوتها وخبراتها ومعداتها وعلمائها أن تثبت الأرض. سبحان الله. نعم. قال تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. نعم. فضيلة الشيخ محمد، كذلك فيما يعني ورد من أقوال العلماء الجيولوجيين، تحدثوا في وسائل الإعلام بشكل متكرر بأن هذه الزلازل لها أسباب دنيوية. هل هذه الأسباب الدنيوية تتعارض مع الأسباب الشرعية؟ طبعا الله جل وعلا هو الذي هدى العلماء لأن يكتشفوا مثل هذه الأمور. يا سلام يا سلام. والله جل وعلا هو الذي جعل هذه الأسباب، وأراد الله جل وعلا، ولولا إرادة الله لما وصلوا لهذه الأمور. صحيح. وأراد الله سبحانه وتعالى أن يتوصلوا لهذه الأسباب المادية. فبالتالي الإشكال ليس هنا، يعني نحن نقر ونعترف جميعا
أن هذه أسباب فعلا أسباب مادية دنيوية هنا في هذه الدنيا، ولكن الذي جعل هذه الأسباب هو الله جل وعلا، لأنه لا يوجد أمر في هذا الكون إلا وله سبب، والذي سبب هذا السبب هو الله جل جلاله وتباركت أسماؤه. لماذا كانت هذه الأسباب لمثل هذه الأمور؟ لأن الله جل وعلا هو الذي خلقنا ويعرف أننا نخطئ وأننا نذنب وأننا نتجاوز وأننا نتعدى، فبالتالي يحرك هذه الأسباب حتى تكون لمثل الأمور التي ذكرناها من قبل، لأجل العظة ولأجل العبرة ولأجل العقاب ولأجل التذكير، وهكذا حتى يرث الله الأرض ومن عليها. فبالتالي لا بد أن نفقه أن بعض الناس يعتقد أن الأمر ليس له أي دخل في ذنوب العباد، ولذلك بعضهم يعترض ويقول طيب لماذا لا يقع هذا البلاء على من كفر بالله وعلى من جحد وجود الله جل وعلا؟ ونحن نقول بالعكس، يعني لو نظرنا في العالم كله سنجد أن هؤلاء أوجد الله عز وجل فيهم من الابتلاءات ما هو أعتقد في بعض الأحيان أعظم مما هو موجود عندنا. فبالتالي هؤلاء الذين يموتون في مثل هذه الملمات ومثل هذه الزلازل والبراكين من الكفار هو عقوبة عليهم، وهو عذاب أليم، عذاب في الدنيا وكذلك عذاب في الآخرة. بينما المؤمن لو أنه قضى في هذا الحدث أن هذا المؤمن هو بالنسبة له إما تمحيص وإما عقاب وإما ابتلاء وإما رفع لدرجات، وفوق ذلك أن الذي يموت في الهدم هو أحد الخمسة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم شهداء، وهكذا سنأتي عليهم إن شاء الله. بارك الله فيك شيخ محمد. طيب الحقيقة شيخ محمد نحن نعتب على وسائل الإعلام الكبرى كالجزيرة والعربية والحدث وتي ار تي وغيرها من الوكالات الأنباء الكبرى في العالم أنها لم تستضيف عالما واحدا، حسب علمي حسب متابعاتي لم تستضيف عالما واحدا شرعيا يعني يحدثنا عن رأي القرآن والسنة فيما حصل، عن رأي الكتاب والسنة، عن رأي الشريعة الإسلامية فيما حدث، وإنما استضافوا بكثرة علماء وعالمات جيولوجيات وجيولوجيون في هذا المجال، وأدلوا بدلوهم كعلماء يعني يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. لكن في الجانب الشرعي لم نسمع. حقيقة ما قراءتكم لهذا الشيخ محمد؟ والله يا شيخ برهان يؤسفني أن أقول لك أن العالم برمته في وسائل الإعلام توجهه توجه، يعني إذا صح التعبير توجه علماني، لا يريد أن يدخل شيء من الدين فيما يخص مثل هذه الأمور، رغم أننا لو نظرنا نظرة شمولية لجميع هذه الأمور هي علاقتها بالله سبحانه وتعالى وبشريعة الله عز وجل علاقة وثيقة، ولكن للأسف سواء كان منهم المسلمون أو كان غيرهم فإنهم لا يدخلون هذه الأمور ولا تمت إليهم بصلة، فهدفهم الأساس أن يحدثوا ضجة بمثل هذه يعني الأطروحات التي يطرحونها حتى يكون لهم حدثا أو سبقا إعلاميا. أما أن يأتوا برجل شريعة يبين أن هذا الأمر هو بسبب ذنوب أو ما شابه ذلك فهذا ليس في أجندتهم، لأن الإعلام يا شيخ برهان يتحكم فيه العالم الغربي، والعالم الغربي لا يريد للبشرية أن تهتدي ولا يريد لهؤلاء الناس أن يسلكوا الطريق المستقيم، بل أنهم الآن يكرسون جهودهم أن يجعلوا العالم في انحراف حتى في الأمور الفطرية التي كانوا هم يعني يتبنونها، حتى هذه يريدون أن ينكسوها حتى لا يكون الإنسان إنسانا، حتى الفطرة والبذرة الطيبة التي توجد في الإنسان يريدون حتى هذه الفطرة أن يطمسوها حتى يكون العالم عالم حيواني بهيمي والعياذ بالله. الله المستعان. فنحن من هذا المنبر نرسل رسالة لهذه القنوات الكبيرة أنها تتحمل مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، وعلى الأقل فليكونوا ديمقراطيين يأتون من الجهتين، من جهة العلماء الجيولوجيين ومن الجهات الأخرى أيضا يأتون بالعلماء الشرعيين، حتى لو أتوا بالعلماء النصارى فلنسمع ماذا يقول علماء النصارى من كتبهم السماوية إن كانت غير محرفة فعلا، فليأتوا
بما يقول الله عز وجل وما تقول به يعني آراء علمائهم. فالإنصاف أن يأتون من هؤلاء من هؤلاء. أما أنهم يعرضون تماما عن كتاب الله عز وجل وعن سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهذا منذر سوء. أعتقد أنهم سيردون عليك ويقولون نحن يعني قنواتنا ليست مختصة في الأمور الدينية، نحن مهمتنا أن ننقل الحدث بما يخص العلم الذي يتجه إليه، إذا كان في الجيولوجيا في الجيولوجيا، إذا كان في الطب وهكذا. أما هذه الأمور لها قنواتها التي تختص بها وستتحدث. أنا أتوقع أنهم سيردون عليك بمثل هذا الجواب السقيم العجيب. لا، لكن غير صحيح، لأنهم هم أتوا بعلماء جيولوجيا، هم تكلموا عن الأرض، والذي خلق الأرض قد تكلم عنها في كتابه العزيز بما فيها من المعلومات الكافية. القرآن الكريم جيولوجي، القرآن الكريم طبي، القرآن الكريم شرعي أيضا. لماذا يعرضون عن كتاب الله عز وجل؟ والقرآن الكريم فيه العلوم الدنيا والدنيوية. بعدين ثم نحن لا نريد أن يأتي بشيخ يعني يعظ الناس، إنما يذكر هذه الأمور كما نحن الآن نذكرها. وعلى كل حال الله المستعان، هي احنا رسالة أرسلناها إليهم إن شاء الله تصل. هو على حسب ما قلت من في البداية أن توجههم توجه دنيوي بحت، ولو كان عندهم مزاوجة بين الطرفين كانوا سيأتون بعالم شريع ويبين. فلذلك يقول لك الأمر هذا بالنسبة للزلازل هو يختص بعالم جيولوجيا، فلا يمكن أن نأتي بعالم شريعة يتحدث في هذا الموضوع. بل هم لا نريد أن نتكلم كلام آخر يا شيخ محمد. هم لو كانوا منصفين ما كانوا قالوا هذا الكلام أبدا، ولا يخزنوا، وإنما أنها هي تتحكم فيهم أجندات أخرى كبرى. هذا هو، نعم، هذا هو. وإلا لا ما الذي يمنع؟ ليس الإعلام حر؟ أليس الإعلام حر كما يزعمون؟ ولكني إذا كان الإعلام حر يا شيخ محمد المفترض يكون من كل جهة الإعلام ويكون كذا. الإعلام في العالم الإسلامي ليس هو حر من جهة آرائهم لا أدخل. إعلامنا العربي والمسلم ليس بحر، للأسف ليس حر أبدا. للأسف هم يدعون هو يمشي على أجندات مرسومة لابد أن يسير عليها. الرسالة التي أنا أريد أن أوصلها إليهم أن يتقوا الله عز وجل ويكونوا منصفين ويأتون بالحال. ما الذي يضرهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان، نعم، وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض. أخرجه الإمام البخاري. تعليقكم شيخ محمد؟ طبعا أيضا نقول أن كثير من الأحداث ليس فقط الزلازل، كثير من الأحداث التي تكون الآن في الدنيا هي من أشراط الساعة الصغرى التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام منذ زمن طويل كما هو معروف. يعني نحن نذكر أيضا مع هذا التطاول في البنيان، هذا من علامات الساعة الصغرى، وانهدام هذه المباني بالزلازل أيضا سبحان الله من علامات الساعة الصغرى. بل سيأتي، وربما نرى قريبا أو قد مضى شيء قليل، أنه سيأتي ما يسمى بالخسف، أن الأرض تنخسف بأهلها. أيضا هذا سيأتي، خسف في الشرق وخسف في المغرب، هذا طبعا إن كان في العلامات الساعة الكبرى. فبالتالي نحن الآن هذا أيضا هذا الحديث هو تذكير للبشرية أن الساعة قد قربت، وهذا علامة من علامات الساعة الصغرى. ونفس الزلزلة أيضا هو تذكير بما سيحدث في قيام الساعة. فبالتالي المقصود في النهاية يا شيخ برهان: استعدوا وانتبهوا، فإنكم على مشارف. إذا لم تأتك الساعة خاصتك أنت، ستأتي الساعة الكبرى التي سينتهي فيها العالم. فهذه الأحداث هي علامة من علامات الساعة الصغرى التي يمهد الله عز وجل بها لقيام الساعة الكبرى إذانا بانقضاء هذه الدنيا. فنسأل الله أن يقينا الشرور. جميل يا شيخ محمد. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. عذاب الله شديد، هذا رؤيا في هذه الأحداث، ورؤيا أيضا المرضعة تذهل
عن ما أرضعت، ورأينا أيضا الحامل تضع حملها. نعم. وكأن هذا الحدث شيخ محمد حدث مصغر فعلا ليوم القيامة. سبحان الله. وابتدأت الآية بقوله تعالى: يا أيها الناس، نداء لجميع الناس المسلمين وغير المسلمين وبجميع أطيافهم، هم داخلون في هذا النداء: يا أيها الناس اتقوا ربكم. شيخ محمد، تعليقكم حول المرأة التي أنجبت، سبحان الله، وتعليقكم حول الرجل الذي كان يطلب الماء للوضوء، أليست هذه رسالة لكل من لا يصلي؟ سبحان الله. وتعليقكم أيضا للمرأة التي طلبت الحجاب، قالت: أرسلوا لي حجابا حتى أتحجب وهي تحت الأنقاض. يا سلام. أليست هذه رسالة لكل امرأة سافرة متبرجة؟ سبحان الله. تعليقكم حول هذا الشيخ محمد؟ سبحان الله. يعني الله جل وعلا في بداية سورة الحج يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. والله إن هذا الحدث لهو حدث عظيم. الزلزال الذي حدث الآن شيء عظيم، فما بالك بما سيحدث من اضطراب الأرض بأكملها، ما الذي سيحدث فيه؟ فهو كما قلت هو نموذج مصغر يبين لنا أن الساعة كائنة، وأن قيام الساعة سيكون بنموذج مصغر من هذا الذي رأيتموه الآن، فهو تذكير من الله سبحانه وتعالى. وكل الأحداث تقريبا التي ذكرتها هذه الآية هي متوافرة فيما حدث في زلزال تركيا وسوريا. هذه المرأة سبحان الله، يعني حينما أتى وقت الزلزال وضعت الحمل، خرج الطفل، هي ماتت رحمها الله وتقبلها في الشهداء، وهذا الطفل سبحان الله خرج حيا. ونموذج آخر ترى أن بعض الناس كان في وضع يعني من الذهول، في ثواني تغيرت الأحداث، لا يستطيع أن يغير من وضعه في شيء، لا يستطيع أن يغير من حاله، لا يستطيع صاحب المعصية أن يغير في الحال، لأنه هذه بغتة. وهذا معناه أن قيام الساعة سيحدث مثل هذا وأعظم. فبالتالي نقول أن هذه المرأة التركية عليها من الله الرحمات، وهي لم تمت ولله الحمد، أخرجوها حية. حينما قالوا لها اخرجي يريدون أن يخرجوها، قالت لهم: لن أخرج حتى تعطوني حجابي. الله. فغضبوا، قالوا: حجاب إيش الآن؟ ما هذا الآن؟ نعم، لكنها هي متمسكة بعفتها وشرفها الذي أمرها الله عز وجل به، رفضت أن تخرج حتى يأتوا لها بالجلباب، فأتوا لها بجلبابها وخرجت محتشمة. عليها من الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. وكذلك الرجل الذي أراد أن يصلي وهو في هذه الحال، من الذي يفكر في الصلاة في مثل هذا الوقت؟ نعم، المؤمن الصادق الذي أحدث في نفسه هذا الحدث، أن هذا تنبيه من الله سبحانه وتعالى لنا، قال يريد أن يصلي وهو في هذه الحال. وهذا المعنى الصحيح لهذه الأحداث كلها. هذه الأحداث كلها تصب حول هذه النقطة بالذات. يريد الله سبحانه وتعالى أن ينبه الأحياء أنكم يمكن أن تقعوا في هذا، وأن هذا الحدث سيقع إن آجلا أو عاجلا، فانتبهوا واستعدوا وكونوا يعني في تمام الانتباه، وابتعدوا عن الغفلة التي علت عليكم. هذه القلوب التي علاها الصدأ لا بد أن تلين، لا بد أن تكون وفق مراد الله سبحانه وتعالى، تتحرك لآيات الله سواء الكونية أو الآيات القرآنية التي أرسلها الله عز وجل للتذكير. الآن قد يتبادر إلى ذهن المشاهدين أنهم يقولوا: طيب هؤلاء صالحين، هذه امرأة متحجبة أو منقبة، وهذا رجل متوضئ مصلي، لماذا نزل عليهم الزلزال؟ هل عندك شيء من كتاب الله يدل على هذا؟ يعني كحديث مثلا زينب بنت جحش لما قالت: أنهلك وفينا الصالحون. لا بد أن نفقه يا جماعة، مثل هذه الأحداث لا تستثني أناسا وتقع على أناس. هذه الأحداث أحداث عامة، حتى الأحداث الكبيرة التي أخبر عنها في القرآن أو في السنة هي تعم الجميع، لكن في أحوال. حينما ينعدم
حينما ينعدم وجود أهل الإصلاح ولا يوجد صمام الأمان، صمام أمان هذه الأمة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذا لم يكن هذا موجودا فوجود الزلازل ووجود العذاب العام وارد. ولذلك رضي الله عنها زينب حينما سألت النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن هذه الأمور عن هذه الأحداث قالت أنهلك فينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. كثر الخبث بمعنى أنه لم يوجد مضاد لهذا الخبث، فبالتالي إذا عم الخبث وصار هو السائد العام الله عز وجل ينزل هذا. ولكن هؤلاء الصالحون وهؤلاء الأتقياء الذين قضوا في هذا يقول يبعثون على نياتهم ويبقى والعياذ بالله حثالة البشر الذين هم يعني وصلوا إلى درجة الإلحاد كأعلى درجة، والذين فسقوا وفجروا وتركوا الصلاة وتركوا الصيام وتركوا الأشياء، فهؤلاء يقع عليهم كعذاب والعياذ بالله، وعلى الكافر أيضا. وكذلك ننبه على أمر في غاية الأهمية يغفل عنه كثير من الناس. يعتقد بعض الناس أن الابتلاء والفتن لا يكون إلا بالشر. لابد أن نفهم أن هؤلاء الأثرياء والأغنياء هم في ابتلاء، وبل ابتلاؤهم أعظم من ابتلاء هؤلاء. نعم. لماذا؟ لأن الذي يعني يكون عنده الثراء يعتقد في بعض الأحيان أن الله عز وجل راض عنه، فبالتالي يتمادى ويتمادى، ثم إذا أخذه الله عز وجل أخذه بالأول وبالتالي، ويكون عقابه أعظم. فلذلك العقوبة هنا أو الفتنة هنا والابتلاء أعظم. ولذلك يقول الله جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، كلكم سترجعون إلينا، وهؤلاء مبتلون وهؤلاء مبتلون. فبالتالي لابد أن يكون عندنا هذا. أيها المسلمون لابد أن نفقه أن الابتلاء متعدد ومتنوع، وهذا الذي نزل هو نوع من أنواع الابتلاء لبعض الناس، وهو نوع من أنواع العقاب لبعض الناس، وهو من التذكير والتنبيه والتخويف لبعض الناس. نحن الآن لسنا يعني في قرب من هذا الأمر، نحن بعيدون، فهو تنبيه لنا وتخويف. لابد أن نفقه. إذا لم نفقه هذا الأمر في هذا الوقت، طيب متى سنفقه؟ حينما يأتينا الزلزال والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من طيب هذا الزلزال يا شيخ محمد أحدث دمارا عظيما وشرد الناس، وأحدث أيضا نحسبهم شهداء، فما واجبنا مع الموتى وما واجبنا مع الأحياء المشردين الذين كانوا من قبل أغنياء وأصحاب عمارات، ثم أن تحولوا إلى فقراء. سبحان الله، سبحان الله، الله المستعان. عجيب أمر الله. في أقل من 40 ثانية. سبحان الله. الزلزال كان 40 ثانية وما دونها يا شيخ محمد. سبحان الله. في أقل من 40 ثانية بدل الله الغني إلى فقير، والساكن إلى مشرد، والحي إلى ميت. سبحان الله العظيم، شيء عجيب. يعني يقول أحد الإخوة الأتراك، يقول قبل أيام اختلفت أنا وصاحب البيت الذي أنا أسكن فيه، واضطرني إلى أن أخرج خارج البيت، أخرجني يقول بالقوة، وما هي إلا أيام وجاء هذا الزلزال، فأصبحنا أنا وإياه الآن نستدفئ في نار واحدة في العراء. الله المستعان. سبحان الله، يعني شأن الله عظيم. فالواحد يعني لابد أن يكون على فهم ودراية أن الله عز وجل يستطيع أن يبدل الأمور في ثواني، لا يعجزه شيء أبدا، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. فبالتالي يعني لابد يعني أن يكون عندنا فهم ودراية أن الاختلاف والتباغض والتناحر والظلم والاستبداد أن أمدها قصير، والله جل وعلا قادر، لكن حينما يمتد بنا الزمان ونحن نفعل هذه الأفاعيل إنما هي مهلة من الله سبحانه وتعالى يعطينا إياها. فإذا لم نفق هذه المهلة الله جل وعلا ينزل بلاءه، ثم تذهب كل الأمور التي كنا نعتقد أنها ملك لنا، مثل هؤلاء الذين حدث معهم. الأموات
نسأل الله جل وعلا أن يتغمدهم بواسع رحمته. آمين. آمين. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلهم في عداد الشهداء. آمين. لأن الذي يموت في الهدم هو شهيد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لإخوتنا الذين تشردوا وأصبحوا بدون مأوى وبدون سكن، ينبغي لنا أن نمد لهم يد العون بكل ما نستطيع، سواء كان بأموالنا ماديا أو بالأشياء العينية التي نمدهم إياها حتى يخرجهم الله عز وجل من هذا. من العجيب الذي رأيته البارحة 16 طفل رضيع لا يعرف من هم أهلهم، أخرجتهم الحكومة التركية ونقلوهم بالطائرة طائرة الحكومة التركية إلى أنقرة حتى يتعرفوا على أهلهم إن كانوا أحياء. انظر إلى هذا التبدل الغريب العجيب. نسأل الله العفو والعافية. جزاكم الله خير شيخ محمد عبد الله. مشاهدي الأكارم، في نهاية هذه الحلقة أوجه رسالة لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان من ها هنا، وأقول له جزاك الله خيرا على وقوفك مع شعبك التركي. هكذا وليكن الرؤساء. أتيت وأمرت بجميع الحكومة أن تقف في مساعدة مواطنيها، وقمتم بتقديم كافة الإجراءات، فجزاكم الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن ينصركم ويؤيدكم. الرسالة الثانية، أقول فخامة الرئيس كما كنت تقول أن السوريين هم الأنصار وأن المهاجرين وأنتم الأنصار، فلتبقى هذه الرسالة دائمة كما عودتم السوريين، فلتبقى هذه الرسالة حقيقة في جميع جوانب أجهزة الدولة، من الإقامات والكمالك والاحتضان وما إلى ذلك وتسير الأمور. فأنتم رأيتم أن هذا الزلزال لم يفرق بين التركي والسوري، وكأنها رسالة بأنكم إخوة في السراء والضراء. فأنا نصيحتي اللي من هنا أقدمها أن تبقى فعلا هذه الأخوة قائمة، فإن الله سبحانه وتعالى يرفع العذاب ويرفع غضبه وسخطه على من يقدم للناس الخير، كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، أو فهل تنصرون وترزقون بضعفائكم بسبب إخلاصهم ودعائهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل من هذه المحنة منحة لكم فخامة الرئيس، ومن هذا البلاء رفعة لكم ولدولتكم ولشعبكم الكريم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع قدركم وأن تخرجوا من هذه المحنة بعد هذه المحنة تكون إن شاء الله منحة كاملة وقوة لكم ولشعبكم. كما أوجه أيضا للشعب السوري أن يعني يكونوا في كامل الأخلاق وفي كامل التعامل، وأن يقدموا الشكر للشعب التركي الذي مد يد العون لهم، وأن يكونوا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. فها نحن الآن إخوة يعني في السراء والضراء. هذا الزلزال كأنه رسالة يبين لنا أننا جميعا إخوة في السراء والضراء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع سخطه وغضبه عن الأمة الإسلامية جمعاء، وليس ما حدث ببعيد عن الظالمين، فهي رسالة نكررها جميعا ويكررها أهل العلم والفضل بأن هذه رسالة من ربنا سبحانه وتعالى لنعود إليه جميعا. هذا فإن أصبنا فمن الله سبحانه وتعالى، وإن أخطأنا فمنا والشيطان، ونستغفر الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. من أجل